السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده احنا معانا عودة هواوي للسوق المصري بواحد من الاجهزة اللي هي بتسخن بيها كده. بمعنى صح، احنا النهارده معانا مراجعة للسوفت وير وخدمات هواوي قبل ما يكون للجهاز اللي موجود معانا النهارده، وهو النوفا 12 اي. واول نقطة انا حابب اتكلم بيها وهو ديزاين الموبايل ده، لانه حرفيا ديزاين شيك وحلو جدا وفي شبه من الاجهزة الرائدة بتاعة هواوي. مبدئيا جاي بظهر خشن مات فينش تماما، او بمعنى اصح هو مضاد للبصمات. يعني انت مش هيجي عليه اي نوع من انواع البصمات حتى لو انت لمسته كتير، او حتى لو انت معاك اللون الاسود اللي زي موجود معايا. وكمان جاي بدايرة فيها يعتبر شبه بالاربع كاميرات، ولكن هم في الفعل كاميرتين، هم اللي فوق بس، واحدة للدبس وواحدة ل 108 ميجا بكسل، والاتنين اللي تحت واحدة محطوطة عياها عشان تكمل سيمترية التصميم، والتاني عبارة عن فلاش عشان لو احتاجته اثناء التصوير. وعبارة حواليه دايرة كده مدية لون يعتبر الجولد، فمدية الموبايل شكل حلو. حتى الفريم بتاعه هو جاي عبارة عن مات فينش بالكامل. وخلي بالك في اكتيف نويز كانسليشن مايك، وكمان فتحة سماعات خارجية وتايب سي والمايك ودرج الشريحة. عندك كمان من على اليمين زرار الفوليوم اب والفوليوم داون، ولكن كان نفسي ان هم يبقوا منفصلين عن بعض عشان اميزهم عن زرار البصمة، لان زرار البصمة اللي هنا بيجي مدمج في زرار فتح وغلق الجهاز، والبصمة اللي هنا شغالة بشكل كويس جدا واستجابتها ممتازة. من الاخر كده بقى، الشاشة اللي بتيجي هنا هي بتيجي من نوع IPS LCD، ولكن بتدعم الريفريش ريت ال 90 هرتز، وكمان بتيجي بحجم 6.7 انش بدقة فول اتش دي بلس، والدقة دي كويسة جدا على الموبايل. وكان نفسي ان الشاشة هنا تيجي ايموليد حتى، ولكن او اوليد، ولكن هي جت IPS. ومن الاخر كده الشاشة دي انت مش هتلاقي فيها اي عيوب، لان هي بتيجي بنوتش صغير جدا للكاميرا الامامية موجود في المنتصف فوق في الاعلى، ولكن مع ذلك هي الشاشة كويسة جدا وهتأدي معاك الغرض، وهتكون موجودة معاك مطرح ما انت عايز. يعني بتتفرج على فيديوهاتك على يوتيوب، بتتفرج عليا، بتتفرج على فيديوهات على نتفليكس، على شاهد، على واتشت، اللي كلهم بالفعل متوفرين على الاب جاليري، هتلاقيها بتأدي معاك بشكل كويس جدا. ولكن الحاجة اللي ما عجبتنيش ان الصوت هنا بيجي احادي او مش ستيريو بمعنى اصح، يعني السماعة الخارجية بس هي اللي تحت اللي بتشتغل، حتى ما بيشتغلش معاها سماعة المكالمات. ودي حاجة يعتبر ما كانتش احسن حاجة اثناء تجربة الفيديوهات بتاعتي، يعني بحيث لو انا كتمت السماعة دي كان الصوت فعلا بيتكتم بشكل سريع جدا. ولكن اوفر اول هي تجربة الشاشة جاية بشكل كويس جدا، وكمان فيها الاولوز اون ديسبلاي تقدر تخصصها زي ما انت عايز من الاعدادات. بالنسبة بقى لأداء الموبايل، من الآخر كده الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 680 نسخة الفور جي، واللي بدعم ال6 نانومتر، مع ادرينو 610 كمعالج رسوميات أثناء الألعاب، مع ذاكرة داخلية 256 جيجا ورامات 8 جيجا. دي النسخة اللي بتنزل مصر من ال 12 اي، وهي نسخة وحيدة هواوي نزلتها في مصر. خليني اقول لك كده ان البطارية اللي هنا كمان 5000 ملي امبير، وبتدعم شاحن 40 واط، والشاحن كمان مرفق في العلبة، لان هواوي صديقي حطلك في العلبة جراب وسكرينة مسبقة على الجهاز، وكمان حطلك الشاحن. يعني علبة هواوي علبة متكاملة بصحيح، علبة فعلا مش هتحتاج ان انت بعد ما تشتري الموبايل تروح تشتري اي حاجة اضافية، ولا شاحن بقى ولا سكرينة ولا جراب، كل ده محطوط لك داخل العلبة. خليني اقول لك ان اداء الموبايل اثناء تجربتي انا معاه اثناء التصفح اليومي والاستخدام اليومي كان سلس جدا، وده بيرجع للاستخدام بتاع السوفت وير مع الام يو اي 14 واجهة هواوي الجديدة، مع بالظبط السوفت وير اللي موجود جواها والسلاسه والاستخدام فعلا اللي موجود ما بين السوفت وير والهاردوير للسناب دراجون 680. فسواء بتتصفح فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، كل الكلام ده هيكون معاك بشكل كويس جدا وما عندكش اي مشكله اطلاقا. وكمان الرامات بتحتفظ بقدر عالي جدا من فتح التطبيقات، يعني مش كل شويه هتلاقي التطبيق بيريلود من نفسه مره تانية، ودي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه.
اما الشق الثاني وهو ده على مستوى الالعاب، فليكن مثلا عندك لعبه ببجي اللي بقت بشكل فعلي وشكل رسمي على الاب جاليري، تقدر تحملها بكل سلاسه، وانا محملها من خلاله ومسجل بيها باكونت الفيسبوك بتاعي عادي جدا. ومع ذلك اللعبه هتشتغل على الالترا ولكن على السموث، ومع ذلك هي ما بتسقطش فريمات، وبالتالي ما بتشتغلش على الاعدادات، لان طبيعي الادرينو 610 مع السناب دراجون 680، فهو في الالعاب بقدر اقول عليه كويس، ولكن في التصفح والمهام اليوميه واستخدامك اليومي ممتاز جدا. اما بالنسبه على البطاريه فال 5000 ملي امبير مع سوفت وير واوي المعروف ان هو بيقدر يعمل بالانس كويس جدا ما بين ان هو يحافظ لك على التطبيقات المفتوحه في الخلفيه، وكمان يحافظ لك على هدر الطاقه، وده كويس قوي، وكان بيوصلني ليوم كامل من الاستخدام على استخدامي انا. ولو احتجت ان انا اشحنه اخر اليوم خالص بشحنه بالشاحن ال 40 واط اللي كان بيوصل من 0 ل 100% في تقريبا حوالي ساعة الا ربع، وده رقم قياسي جدا بالنسبة للموبايل في الفئة المتوسطة. خلينا بقى نتكلم عن الكاميرات اللي موجودة هنا في الجهاز. الكاميرات الخلفية بتيجي عبارة عن كاميرتين، كاميرا رئيسية هي 108 ميجا بكسل، وكمان بتيجي فتح العدسة اف 1.9، والعدسة دي 26 ملي يعني عدسة عريضة، مع طبعا عدسة تانية للدبس وهي 2 ميجا بكسل، والتصوير الفيديو لحد 1080 على 30 فريم، هو محدود شوية. والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل اف 2.0، وبرضه بتسجل فيديو لحد 1080 على 30 فريم. تعال اقول لك بقى نتائج الصور مع الواوي النوفا 12 اي كانت عامله ازاي. من الاخر كده يا صديقي، طول ما انت بالنهار هتطلع صور كويسه جدا بديناميك رينج والوان محترمه قوي وسكين تون للبشره محترم قوي، وخاصه مع الام يو اي 14 الجديده وتعديلات هواوي في السوفت وير والذكاء الاصطناعي، ففعلا موديه الصور بالنهار لحته تانية خالص. اما عن تصوير بالليل ولو حتى استخدمت النايت مود فهيقابلك صور يعتبر الى حد ما كويسه، والنويز فيها هو قليل ولكن مش مختفي، ستيل فيها نويز. ووضع ال 108 ميجا بكسل بيخليك تطلع شويه صور زي اللي انت شايفها قدامك دي، هي تعتبر صور واصله لمسافات بعيده جدا، وستيل يعتبر كويسه في الاول وفي الاخر على موبايل فئه متوسطه مش فلاج شيب. اما العدسه الاماميه فهي بتطلع صور الى حد ما لطيفه وكويسه ومقبوله ان انت تعرضها على السوشيال ميديا. خلصت بقى كل النقاط اللي هي المفروض موجودة في مراجعة الجهاز، وجينا لأهم نقطة كل الناس هتسأل عليها. الموبايل ده أكيد موبايل من هواوي وأكيد معلهوش خدمات جوجل. طب الموبايل شغال ازاي؟ وهو عن طريق اب جاليري، يعني كل اللي انت محتاجه النهارده بقى موجود على الاب جاليري، من تطبيقات بنوك لالعاب لتطبيقات سوشيال ميديا ستيل موجوده. وحتى التطبيقات اللي كنا بنبعت نجيبها من بره زمان في اول موضوع الحظر بتاع هواوي زي الفيسبوك وانستجرام ويوتيوب والكلام ده كله، خلاص النهارده هواوي وفرت لها الحل الامثل وهو الجي بوكس، وده بينزل اصلا من اول ما تفتح الجهاز. اول ما تدخل على الجي بوكس وتبدا تلاقي كل التطبيقات ماسنجر فيسبوك واتساب كل الكلام ده هتلاقيه موجود عادي جدا، وبتكة زرار هتقدر ان انت تسطبه. حتى الجوجل بلاي سيرفيس هتقدر تسطبها برضو على الجهاز هنا بكل سهوله، وينزل لك الجوجل بلاي زي ما انا هنا عامل. يعني بص الجوجل بلاي موجود عندي وبقدر ان انا اشغله بكل سلاسه جدا وما عنديش اي مشكله اطلاقا، وكمان اقدر احمل منه التطبيقات. وكمان عندك الاب جاليري فيه لعب زي ببجي، وفيه ابلكيشن كتير جدا زي المدفوعات وزي كيو ام بي التطبيقات، وعندك انا فودافون طلبات، عندك فوري، عندك كل التطبيقات اللي انت تقدر تنزلها واللي انت تقدر تحتاجها. وما زالت برضو لسه اداه السيرش المعتمده من هواوي من يوم الحظر اللي هي البيتا سيرش ما زالت لسه موجوده. والناس اللي كانت بتتكلم على موضوع اوبر وان درايفر وكريم، لا خلاص النهارده بقى شغال عباره عن ابلكيشن بشكل رسمي جدا زي ما انت شايف قدامك، بمجرد بس تكة زرار انت هتحمله من خلال الجي بوكس او الاب جاليري هتقدر تحمله بكل سهوله، وما عندكش اي مشكله اطلاقا في ان انت تطلب الرحله بتاعتك ويجي لك الكابتن وتركب وتوصل بالسلامه. فما تقلقش خالص من مساله اللي خلاص بقى فيه حظر او الهواجس اللي بتطلع دي، لا انا شايف خدمات هواوي اتطورت بشكل كبير جدا، واضافه زي جي بوكس حلت مشاكل كبيره قوي كانت موجوده في بدايه الحظر. وكمان الاب جاليري بتاعهم بقى تقريبا يعني يا جدع ده حتى عليه البريد المصري، يعني حتى الحكومه المصريه معترفه بهواوي ومعترفه بالاب جاليري ومعترفه ان في نظام ثالث جنب الاندرويد والاي او اس اسمه نظام الاتش ام اس او نظام هواوي الخاص بيها.
وانا من واقع يعني نظرتي كده اقول لك ان كمان سنه هواوي بخدماتها هتروح في حته تانية خالص، وهتجبر معظم الشركات ان هي اصلا لازم تحط التطبيقات بتاعتها موجوده على الاب جاليري. والدليل على كده ان انت عندك تطبيق زي الاوتلوك اللي هو اصلا مملوك لمايكروسوفت الامريكيه، هو نازل اوفيشيال على الاب جاليري، فدي طبعا حاجه بشكل كويس جدا. فبصراحه من ناحيه التطبيقات انا ما قابلتش اي صعوبه اطلاقا في الموبايل ده، وانا بستخدمه وكنت بستخدمه باستخدام عادي جدا وما عنديش اي مشكله اطلاقا عليه. حتى هواوي برضو بتوفر لك 5 جيجا على الكلاود الخاصه بيها اللي تقدر ترفع عليها صورك واسمائك وتطبيقاتك وكل ما يحتوي على الجهاز. وكمان موفره لك خدمه من اول ما تفتح الجهاز ان هو يقول لك عايز تنقل من الايفون ولا من اندرويد، ولو عملت الحركه دي فانت ما بتفقدش اي نوع من انواع البيانات ولا حتى التطبيقات ولا حتى الواتساب ولا حتى الاسماء، كل حاجه بتتنقل بتاكد زرار. قبل بس ما انهي الفيديو ده حابب اقول لك ان كمان هواوي نزلت مع 12 اي الساعه بتاعتها الجديده اللي هي المربعه واللي فعلا شكلها كويس جدا، الهواوي واتش فيت 3. والساعه دي مميزه جدا لان هي تقريبا اقرب ساعه لكل الساعات اللي احنا بنحبها اللي بشكل مربع، ولكن في شويه مميزات عند هواوي مش هتلاقيهم بره. ضمان حقيقي، لغه عربيه كامله متكامله بشكل كويس، وكمان تطبيق تقدر تتابع من عليه الساعه دي وتقدر تنزل لها واجهات جديده. وهواوي مهتمه بالساعه دي لدرجه ان هي اصلا حاطه لها سمات خاصه بيها عشان تناسب الشكل اللي هو المربع مش الشكل الدائري. وكمان عامله الشكل بتاعها عن طريق حاجتين، الاولوزون ديسبلاي، وكمان عاملاه لو الساعه نفسها اللي هي الساعه الرئيسيه. وكمان الساعه دي بتستقبل وبترسل المكالمات، يعني مش مجرد باند زي اللي كانت بتعملها هواوي بشكل مربع، ولكن هي في الاول وفي الاخر باند يا دوبك بس ان انت تشوف من عليها الاشعارات وتكنسل على المكالمه. لا، مع الهواوي واتش فيت 3 هتقدر كمان ان انت ترد على المكالمه وتعمل مكالمه من خلال الساعه. وجاي بكراون هنا شكله احمر ولذيذ، وطبعا في تفصيلات كتيره جدا هنشرحها لسه عن الساعه دي، فلازم تكون متابعني على انستجرام وعن تيك توك لان هينزل لها هناك فيديو مفصل في 3 دقايق بس هديك خلاصه الساعه الواتش فيت 3 بتاعه هواوي الجديده. اما على الراي في الجهاز، فالجهاز بيقدم مستوى كويس جدا وعوده كويسه جدا لهواوي. في اصدارات تانية نزلت معاه وفي اصدارات تانية لسه هتنزل في السوق المصري من هواوي، ده حقيقه فعلا، ولسه في موبايلات كتيره جدا هنعمل لها ريفيو المراجعه الجايه على القناه هنا ان شاء الله باذن الله تعالى. ولكن ده اول بدايه لعوده هواوي، وانا فعلا كنت مبسوط مع تجربه الجهاز، مش لكونه جهاز من هواوي، لا، عشان مبسوط ان هواوي اتطورت في السوفت وير كويس جدا، واتطورت في ان هي توجد لك حل لكل التطبيقات اللي ما كانتش موجوده، معظمها بقت موجوده على اب جاليري، واللي مش موجوده منها بسبب الحظر عملت لك ليها جي بوكس. فهواوي نجحت وما زالت لسه بتنجح، ولسه ان شاء الله هتقدم فرصه كويسه جدا ان يكون في نظام ثالث المستخدمين بيحبوه. واطلقوا كمان ميزه جديده وهي الميت تايم، والميت تايم بتاعهم ده هو حاجه زي كده الفيس تايم، يعني تكلم كل الناس اللي معاهم موبايلات هواوي من خلاله سواء مكالمات صوت او فيديو. ان شاء الله استنوا مراجعات تانية كتير جدا من هواوي، وانا مبسوط ان هواوي رجعت السوق، لان طول عمري بقول ان هواوي رمانة ميزان السوق. بس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالمراجعه دي وقدرت اوصل لكم حجم تطور هواوي اللي وصلت له واللي لسه ان شاء الله هتوصل له. ما تنساش تديها لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتشير الفيديو ده على اوسع نطاق عشان تفيد غيرك. كان معكم محمد طايل، دمتم في رعايه الله. سلام يا صاحبي.